يا مساء الفل على احلى متابعين لقناه حلو حادي مع مريم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه من الوصفات الشرقيه اللي كلنا بنحبها. هنعمل جلاش بالمهلبيه او القشطه الكدابه، ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه. اول حاجه كده هنعمل الشربات بتاع الجلاش بتاعنا علشان لازم يكون بارد. معايا هنا كوبايه ونص من السكر هيساوي 300 جرام، ومعايا كوبايه من الميه هتساوي 200 جرام، ومعايا ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، ولو متوفر عندك ليمون حط عصرة ليمونة. نرفع العسل بتاعنا على النار ومش هنقلبه خالص. وبعد ما رفعنا الشربات بتاعنا على النار هنهدي النار شوية، وبعد كده هنسيبه يغلي من 5 ل6 دقايق. نقفل النار وبعد كده نحط رشة الفانيليا ونسيبه يبرد تماما. ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل هنا القشطة الكدابة او المهلبية. معايا هنا كوبايتين من اللبن او الحليب هيساوي 500 ملي، ومعايا هنا معلقتين من النشا حوالي 40 جرام، ومعايا كمان معلقة كبيرة من الكريم شانتيه 20 جرام. وهخلط المقادير بتاعتي كلها بالشكل ده على البارد لحد ما تدوب تمام. وبعد كده نرفع الخليط بتاعنا على النار او المهلبية بتاعتنا على النار، ونستمر في التقليب بالشكل ده علشان المهلبية بتاعتنا او القشطة ما تتكتلش معانا وكمان ما تتلسعش مننا من تحت. واول ما تاخد القوام اللي انا عايزاه او تعمل بابلز او فقاقيع بالشكل ده هقفل النار. ولو عندك معلقة قشطة هتبقى جميلة جدا وطعمها يجنن. وده القوام المظبوط. هقفل النار واسيبها تبرد. ومعايا لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده اللي هو عجينة الفلو للناس اللي في الدول العربية زي المغرب والجزائر. عجينة الفلو اللي هي عجينة البقلاوة اللي بتتباع في السوبر ماركت. وعلشان تشتغلي في الجلاش بتاعك لازم تطلعيه قبلها بفترة علشان ما يتقطعش منك تمام. معايا هنا كوبايه الا ربع من السمنه على زيت او زبده على زيت زي ما انت عايزه، وكمان معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر. ولازم يكون السمن معاكي دافي بالشكل ده علشان البيكنج باودر يدوب معاكي، وده اللي هيديكي التوريقه بتاع الجلاش بتاعتك. وبعدين اجيب الصينيه بتاعتي وادهنها كويس جدا بالسمنه علشان ما يلزقش معايا تمام. ولازم كمان تكون مغطيه الجلاش بتاعك بفوطه مبلله علشان ما ينشفش ويتقطع منك. وبجيب ورقة من الجلاش وبحطها في الصينية بتاعتي. دي مقاس 30 في 40 حسب الصينية المتوفرة عندك، بس هنا علشان ما اقطعش كتير. وبدهن ورقة الجلاش بالسمنة كويس جدا علشان هو ده اللي هيديكي التوريقة وهيخليها خفيفة كده ومقرمشة وطعمها يجنن. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو في ورق مقطع معاكي او اي حاجة هنحطها في النص بالشكل ده وهندهنها ولا اكن في حاجة خالص. حد شايف حاجة؟ لا طبعا. هنحطها برضو كده وهنلزقها ومتقلقوش خالص. يعني الموضوع ما فيهوش مشكلة تماما. وهفضل اورق لحد ما اخد نص لفة الجلاش بالشكل ده. وبعدين نجيب القشطة الكدابة او المهلبية بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض وهفردها على الجلاش. المهلبية بتاعتك تكون سخنة، لكن لو هي باردة هتجيب المضرب بتاعك وتضربيها علشان لو حصل فيها تكتلات. خلاص انا فردت المهلبية بتاعتي كلها على الجلاش بالمنظر ده. وبعد كده بجيب النص التاني من لفة الجلاش وهفضل اكرر لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. ولو في ورقة مقطوعة او في اي حاجة بنحطها في النص مش هتشكل لنا مشكلة خالص. اهم حاجة ان انت تدهني كويس بين الطبقات علشان تطلع مورقة معاكي. المهلبية اللي انا عملتها او القشطة الكدابة انا ما حطيتش فيها سكر علشان احنا هنا بنكتفي بالسكر بتاع الشربات علشان ما تجزعش منك. عايزة اقولك ان سكرها مظبوط جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك منه كل جديد، وكومنت محفز زي كده حلو علشان يشجعني، وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. وبشكر حبايبي ومتابعين اللي بيكتبوا لي كومنتات محفزة حلوة كده زيهم علشان يشجعوني.
كده خلاص انا خلصت لفة الجلاش بتاعتي، لكن اخر ورقتين انا مش بورقهم. تمام، بحطهم بالشكل ده، وبعد كده بقطع بالقطاعة بتاعتي. اي تقطيع انت حابة تقطعيه اعمليه. تمام، انا بقطعه كده بالراحة علشان المهلبية بتاعتي ما تخرجش معايا، علشان المهلبية هنا سخنة، ولو دوست عليها زيادة هتطلع منك. كده انا خلصت تقطيع، ولو في اي حاجة ما تقطعتش بعملها بالسكينة بالشكل ده. تمام، وبعد كده ادهن الجلاش بتاعي بباقي السمنة، واحط على الفواصل بالشكل ده علشان كل السمنة تتوزع في صينية الجلاش بتاعتي. تمام، وهكون مسخنة الفرن قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 200. طيب لو ما فيش عندك درجة حرارة هتحطيها على نار متوسطة، وهتاخد معاكي حوالي 25 دقيقة بالظبط. كده خلاص الصينية بتاعتي خلصت، وهوزع السمنة كده يمين وشمال علشان كلها تشرب من السمنة. هدخلها الفرن، وان شاء الله لما تستوي هرجع لكم. واول ما تطلع الصينيه بتاعتنا من الفرن وهي سخنه كده بنحط عليها العسل او الشربات وهو بارد. عايزه اقول لكم فعلا تحفه. ولازم وهي سخنه كده والعسل بارد يعملوا معاكي علشان يكون سبب نجاح الجلاش معاكي. هوزع الشربات بتاعها كده يمين وشمال، وهسيبها تتشرب نص ساعه وهرجع لكم. وخلاص كده الصينيه هديت معانا شويه، يلا نقطعها مع بعض ونشوف الجمال. وهدوس بس كده شويه على الفواصل علشان القطعه تطلع معايا. لو بتحبوا تاكلوها سخنه تمام مفيش مشاكل خالص، لكن لو هي بارده كده والمهلبيه عايزه اقول لكم طعمها تحفه. شايفين الجمال؟ حاجه كده من الاخر. ويلا نشوف مع بعض وهي في الطبق كده، واوريكم التوريقه بتاعتها والقرمشه. عايزه اقول لكم حاجه كده تجنن. المهلبيه وهي طريه كده بتبقى فظيعه بجد، المهلبيه تحفه. بصوا كده مقرمشه على طريه، عايزه اقول لكم طعمها فظيع بجد. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا حط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على خير في فيديو جديد.